بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. اهلا بحضراتكم في قناه البابا كرولوس وتماف ايرين. الفيديو النهارده احبائي مقسوم لشقين. الشق الاول هو عن شنودة فاروق فوزي بولس وخطوه جديده في الموضوع بتاعه، والشق الثاني احبائي هو عن لقاء ما بين الدكتور وسيم السيسي مع الاعلام المحبوب محمود سعد. وهل فعلا الاديب والكاتب والمفكر والصحفي والشاعر محمود عباس العقاد أصبح مسيحي؟ وكالعادة أحبائي بداية قبل ما أدخل بحضراتكم على الفيديو أحب أنوه على الصلاة اليومية الساعة 10 مساء الكل طلباتكم سواء على المنتدى أو تحت الفيديو. اللي وقته ما يناسبش أحبائي يصلي هو براحته في الوقت اللي يناسبه. اوعوا تنسوا تاخدوا بركة الإنجيل، اقروا لكم في اليوم ولو حتى إصحاح واحد. وللي لسه ما يسمعني لأول مرة على قناة البابا كرولوس وتماف إيريني بالصدفة، اشترك وفعل الجرس على الكل يصلك المزيد وتاخد بركة العظيمين البابا كرولوس وتماف إيريني. ما تنسوش أحبائي كمان اللايك للفيديو والشير، أما يخلي ناس كتيرة تشوف الفيديو بسببك وتاخد بركتهم. أدخل بكم أحبائي للشق الأول وهو بخصوص شنودة فاروق فوزي بولس. كنت قلت لكم أحبائي الفيديو اللي فات إنه خلاص استمعوا لآخر شاهد وهو إدياكون من جوا الكنيسة، ولكن المفاجأة إنه من بعد ما اطلعوا على كل الأوراق وسمع شهادة كل الشهود ما نعرفش ليه السبب غير معلوم تم تأجيل دعوى استرداد الطفل لوالديه بالتبني عمو فاروق والست أمال ليوم 17/12 اللي جاي. مش تسليمه، ولكن هينظروا في الحكم اللي هيحكموه، سواء كانوا هيدهولهم أو خلاص الموضوع هيتحفظ في يد الله. والله أعلم أحبائي إن كانت إجراءات ولائية ديت بالظبط، وخصوصا إن من بعد ما ثبت إن الولد اتلقى في حمام الكنيسة وإنه مسيحي وإنه في خطأ واضح في سرعة تغيير اسم الولد ليوسف، وجابوه بقى اسمه يوسف من بعد شنودة فاروق فوزي بولس الاسم اللي كان يتنده بيه. واللي أصروا إنهم ينسوا الولد الاسم الحقيقي ليه، وبعد كده بقوا يحفظوه اسمه الجديد ويقولوا له انت مش اسمك شنودي، انت اسمك يوسف عبد الله محمد. مش عارفه جابوا الاسم الباقي ده منين. الحكايه ولا هي عند ولا هي قساوه راس. كل اللي يهمني ان الولد يتربى مع اسره تحبه وترعاه زي اسرته بالتبني عمو فاروق والست امال. ما هو لو ظهر عبد الله محمد كنا ما زعلناش، كنا هنتبسطوا برضه انه كان هيتربى في وسط اسره. والكل يعلم أحبائي إنه مجرد اسم، يعني ما فيش شخص اسمه عبد الله محمد. نصلي جميعا يتفعل قانون التبني في مصر ولا شوفش أبدا أي طفل في الشارع أو في دار أيتام. كل الأسر المحرومة من الأبناء ربنا يعوضهم بالأطفال دي، والأطفال دي اللي بلا هوية ربنا يعوضهم بعائلات تحتضنهم وتملى حياتهم حب وحنان ورعاية. نصلي للطفل شنودة والكل اللي زيه ربنا ينظر إليهم بعين الرحمة. الكل يقول معايا أمين. أدخل بكم أحبائي على الشق الثاني من الفيديو وهو عن دكتور وسيم السيسي مع الإعلام المحبوب محمود سعد. دكتور وسيم السيسي مؤرخ وباحث في المصريات وراجل مفكر كبير. تكلم على لسان عباس محمود العقاد الرجل المسلم اللي كتب عبقرية محمد وعبقرية عمر، اللي هو أما يصف صورة وصفية للسيد المسيح له كل المجد. هو أديب ومفكر وصحفي وشاعر. ذكر كمان إن محمود عباس العقاد تنصر، فهل ده حقيقي ولا لا؟ اللي يعرف يكتب لي في التعليقات. أما عن السيد المسيح فسأله المحبوب محمود سعد وقال له أنت قلت هتتكلم عن صورة السيد المسيح. رد وقال له يمكن كتير مش عارفينه، وذكر بالتفصيل عباس محمود العقاد في كتابه العظيم المسيح. أما يصف في السيد المسيح الأبرع جمالا من كل البشر بصفاته الداخلية والخارجية. محدش هيوصف السيد المسيح بالوصف دي إلا لما يكون المسيح أصلا دخل لقلبه. فبيتكلم دكتور وسيم ويقول الآتي إن محمود عباس العقاد اتكلم عن مؤرخ يهودي. المؤرخ اليهودي ده كان اسمه بابلوس لينتليوس، والكلام اللي اتكلم بيه محمود عباس العقاد موجود في الصفحة 100. قال ايه؟ قال عشان ما يتعبش الناس اللي حابة تدور وتتأكد هل هو فعلا يهودي اللي كتب الكلام ديتي واللي نقله كمان على لسانه مسلم. الموضوع غريب. هو المسيح أحبائي، المسيح اللي ينطق الحجر،
اللي لما يدخل قلب بني آدم يخليه زي اللبن ويخلي لسانه ينطق بعطر فواح، عطر غالي الثمن. طاب المؤرخ ديت اليهودي اللي اسمه عمك بابلس قال إياه: سمعت عن رجل أنه يصنع معجزات كثيرة، فذهبت بنفسي لأراه، فوجدته بين جمع غفير من الناس، رجل طويل القامة، شعره أصفر طويل ولكنه أحمر وأجعد ولامع إلى جانب الأذنين. هذا الرجل جبينه صلت ناعم يعني واسع، عيناه زرقوان فيهما بريق قوي جدا. هذا الرجل وديع إذا دعا وعلم، ولكنه حازم ومهيب إذا لام أو أنب. لم يره أحد يضحك، رآه الكثيرون يبكي. حين يتحدث إلى الناس يتحدث كمن له عليهم سلطان، ويبدو على وجهه سماء الملوك والأمراء. ده ملخص اللي قاله العقاد لما عمل الصورة وصفيه، وهو كتبها تحت عنوان الصورة الوصفية للسيد المسيح بالنسبة للمؤرخ اللي كتبها عنه اللي هو مؤرخ يهودي، واللي كتب وأرخ وقال إنه رأى المسيح رؤية العيان ووصف الوصف الدقيق داخليا وخارجيا. كتير اللي ما يبقى خارج الحظيرة وربنا ما يعرف يضمه لحضنه بالطريقة اللي تناسبه هو. ولا كلمة من كلام الإنجيل الزول حقيقي قال: من ذا الذي قال فكان والرب لم يأمر. فالآن الجميع يصلي بنفس واحد: أؤمر يا رب بالبركة للجميع، رد يا رب كل القلوب الحيرانة. نصلي من جوا عمق القلب الكل طلباتكم أمين. صلوا من جوا عمق القلب الكل إنسان مريض، اشفي يا رب كل المرضى مهما كان مرضهم صعب أو فترة مرضهم طويلة، عافي الجميع أمين يا رب. رد يا رب كل ولادك الغيبين البعيدين عن بيوتهم واللي أهلهم يا رب هيموتوا عليهم، رجعهم لهم بألف سلامة أمين يا رب. فرح يا رب والدين شنودي برجوع ابنهم ليهم أمين يا رب. وحن يا رب على كل الأولاد يلقوا أهالي تحبهم وتراعيهم أمين يا رب. كل واحدة يا رب ابنها بعيد عنه أو ابنها في فترة تجنيده كن معاه يا رب أمين. كل خطوة ليه سلامة ويرجع لها يا رب بألف سلامة ويفرح قلبه وتفرح بيه أمين يا رب. عوض يا رب على كل بناتك، اديهم الذرية الصالحة، عوض صبرهم خير أمين يا رب. يا رب يسوع المسيح احكم يا رب لكل مظلوم، راضي المظلومين يا رب ورد لهم حقهم، سواء اللي ظلمهم ديت كان غريب أو قريب، كان بعيد عنهم، كان في مال أو كان في مشاعر أو كان في أي حاجة يا رب يسوع المسيح انصفهم واجبروا بخاطرهم أمين يا رب. كن مع الأرامل والأيتام يا رب وعولهم، قضيهم وكفيهم واسندهم، لا تعوزهم ولا تحوجهم الحد آمين. افرجها يا رب على كل أولادك، كل من رفع ايده يا رب وقالك استرها معايا استروا يا رب. يا رب يسوع المسيح سد الدين المديون وافرجها عليها، حنن على الجميع يا رب بالشغل، افتح لهم أبواب الأرزاق أمين يا رب. عمر يا رب لبيوته ويفح منها عطر الرضا، صالح يا رب كل الأزواج الزعلانين يا رب يسوع المسيح، صالح يا رب الحما ومرات ابنه، صالح يا رب استلاف على بعض آمين. صالح الأب وولاده والأم وولادها وهديهم على بعض أمين يا رب. اهدي الأولاد يا رب على كلياتهم ومدارسهم وحياتهم، وهديهم على بعض وعلى لقمة عيشهم وكنيسهم وعلى حياتهم الروحية أمين يا رب. توب يا رب على الشباب من كل عادة وحشة متملكة عليهم يا رب يسوع المسيح، حررهم باسمك القوي القدوس أمين يا رب. كن يا رب مع كل مسافر ومهاجر، حنن عليهم يا رب، احرسهم واحرس أولادهم، كن معاهم يا رب في غربتهم، عينهم يا رب. كل اللي عنده مشكلة انت اللي علمان ودريان بيها يا رب، انت اللي حاسس بكل اللي جوا قلبه وبكل اللي ما يعانيه، عوضه يا رب وحل له مشاكله أمين يا رب. كل اللي عنده مشاكل سواء في ورقة، إن كانت الورقة دي في شغله أو الورقة دي في إقامته، يا رب يسوع المسيح اقضيها له، وقف له ولاد الحلال أمين يا رب. نجح يا رب كل الشباب، كن معاهم، نجح يا رب كل الأولاد اللي في المدارس واللي في الكليات، عين أهاليهم عليهم يا رب، فرحهم بيهم واجبر بخاطرهم أمين يا رب. كل المرضى النفسيين يا رب اشفيهم، والمكتئبين يا رب عافيهم، والناس المعمول لها أعمال شريرة يا رب فكها باسمك القوي القدوس وحررهم أمين. كل اللي ما يعول ناس من ذوي الاحتياجات، كل اللي ما يعول مريض
كل لما يعول حد كبير في السن يا رب يسوع المسيح عوضه، عوض كل إنسان يا رب ما يخدم من جوع ومن قلبه بجد. كل إنسان يا رب أما يشيل جزازة من الطريق، كل إنسان أما يشيل حجر من الطريق عوضه يا رب من إيدك 30 و60 و100 أمين. كل إنسان ما يدي وما يندمش على اللي يديه عوضه يا رب من إيدك أمين. ادي يا رب الخير لأولادك اللي ما يدوا، اديهم يا رب أضعاف 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 اللي ما يدوهم مليون مرة، اديهم يا رب في صحتهم وفي عيالهم وفي رزقهم وفي بيوتهم أمين يا رب. كل إنسان يا رب محبوس أو كل إنسان عنده قضايا لا لقيلها حل ولا ربطة، انت يا رب اللي تحلها من إيدك وتبرئوا يا رب يسوع المسيح وتطلعوا منها على خير آمين. كل إنسان انظلم في ورثه أو انظلم مع حد شريكه انت اللي تعوضه وتديله حقه أمين يا رب. كل اللي يلاقي ناس أما تضايقوا وتعطلوا في شغله وتتعبوا من غير ذنب ومن غير ما يعمل أي حاجة وحشة لحد، انت يا رب اللي ترد عنه. كل إنسان يا رب مش راضي يرد الشر بالشر، انت يا رب يسوع المسيح اللي تقدر تدافع عنه وتديله حقه أمين يا رب. كل وحدة صبر على جوزي أو صبر على أهله أو صبر على أهلها هي إن كانوا وحشين معاي، اديها يا رب وعوضها 30 و60 و100 في صحتها وفي أسرتها وفي حياتها أمين يا رب. عوض يا رب كل الحزانة يا رب يسوع المسيح، طبطب على قلوب المفرقين أحباء يا رب يسوع المسيح. ادي يا رب كل إنسان صبر على أي مشكلة في حياته، على أي تجربة بشكر وبفرح، اديله يا رب التعويضات السمائية من عندك واديله كمان تعويضات أرضي. يدك يا رب تعين وتساعد وتفرح كل إنسان شغال على نفسه، سواء يا رب في خطية متملكة عليه أو سواء في أكل عيشه أما يزود دخله، دي أو دي يا رب فرح قلبه وكوني معاه أمين. توب يا رب على كل الشباب وكل الكبار المتملكة عليهم عادات وحشة، كوني معاهم يا رب وتوب عليهم، حررهم باسمك القوي القدوس آمين. كل البعاد عن الكنيسة واللي الكنيسة بعيدة عليهم مش في المنطقة اللي هم ساكنين فيه، انت يا رب اللي ترتب لهم الخدمة والصلاة، انت اللي تكوني معاهم يا رب وتدخلهم جوا كنيستك ويتقربوا من الأسرار المقدسة أمين يا رب. الكل أحبائي لازم يعرف ان وجود الكنيسة قريبة منك دي وزن وبركة كبيرة قوي هتتحاسب بيها أمام الله، وهيطالبك عليه وهيقول لك كنت تروح الكنيسة حتى ولو يوم واحد في الأسبوع ولا لا على حسب ظروف شغلك، ولكن إهمالك للكنيسة ده تدينونه أمام الله. واعرف وتأكد صدقوني وبأمانة ناس جوا مصر وناس برا مصر محرومة من إن يبقى فيه جنبها كنيسة تروح ولو حتى يوم واحد في الأسبوع. وصلي معايا الصلاة دي من جوا عمق القلب وقول دبر يا رب، رتب يا رب، عدل يا رب، خطط يا رب لكل حاجة في حياتي، العرفاه والمش عرفاه، الشايفاه والمش شايفاه، الحساه والمش حساه، البعيدة والقريبة، التافهة والمهمة، كل أمور حياتي يا رب دبرها لي كل ثانية في حياتي يا رب، انت اللي تدبره لأنك انت يا رب عارف عني كل شيء وتعلم عني كل شيء. يا رب يسوع المسيح رميت أحمالي عليك يا رب يسوع المسيح، إن سبتك ما تسيبنيش، إن بعدت عنك ما تبعدش عني يا رب، إن تركتك ما تتركنيش وادخلني إلى ملكوتك أمين. الصلاة جسر ما بيننا ما بين الله، اوعى تبطل الصلاة، صلي حتى ولو الصلاة السهمي، اقعد حكم مع ربنا في كل مشاكلك وأحوالك اليومي. احنا كمان هنفضل نصلي لك صلوات يوميا هنصلي لك، وكمان عند أي راهب بركة أو جمص بركة وقدسات مستمرة مرفوعة بخور لله من أجل طلباتكم جميعا. ربنا يفرح قلوبكم جميعا، يستجيب لكل طلباتكم أمين. تنسوش أحبائي خدمتكم وهي اللايك والشير على الفيديو عشان هيخلي ناس كتيرة تشوف الفيديو بسببك وتاخد بركتهم. كمان أحبائي اللي عايز يتواصل في جروب البابا كرولوس وطماف إيرين على الفيسبوك، الرابط بتاعه هتلاقيه في أول تعليق. اكتب لي تعليق انك عايز تتواصلي معاي على اي منشور منزله وانا هدخل اكلمك. كمان احبائي تقدروا تستخدموا الجروب بعد كده الشغل كومنتو الخاص، سواء عندك قناة او عندك اي شغل تجاري شغال فيه، هنزل لك كل المنشورات بتاعتك بمنتهى الحرية، وصدقوني بأمانة ما تجيب نتيجة كويسة خالص. ومن جوا قلبي، من جوا أعماق قلبي يا رب
يفرح قلوبكم، يعمر بيوتكم، يحافظ على أولادكم، يوسع أرزاقكم، يديم يا رب محبتنا أمين. يبعد عنا وعنكم الشرير والأشرار يا رب أمين. ودايما يا رب بيوتكم عمرنا بحسكم وحس عيالكم أمين يا رب.